ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا فيديو النهارده ده. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوك كل جديد. جات لكم بوصفه النهارده حلوه جدا 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 جدا. انا بسجل لكم الفويس ده بعد ما جربت الوصفه وعرفت ان هي بجد طلعت خطيره. تمام. الفيديو ده بتصور لكم بتاريخ احنا كنا امتى في الوقت ده؟ بتاريخ 24/4. تمام، انا كنت بس بشوف احنا امتى بالظبط. بتاريخ 24/4 كنت بصور لكم الفيديو اللي انتوا هتشوفوه من شوية ده. تمام. لغاية اول امبارح. هشوف اول امبارح ده كان تاريخ ايه وهقول لكم برضو. يوم 18 في شهر 5، يعني من 24 ل 18/5 بنجرب الوصفة. بصوا بقى يا بنات، كبداية كده احنا عايزين شوية رز، شايفين هم شوية صغيرين. تمام. في الوصفة دي الرز لما نيجي نعمله هنعمل شوية على قدنا يعني. وهنجيب بقى مية وهنحط كده شوية مية على الرز، بس بزيادة شوية. تمام. يعني شوية مية نحطهم على الرز بس يكونوا بزيادة، انا مش راح اطبخ رز. تمام. في بس حاجة هنا اشيلها بس كده. تمام. هاخد بقى الرز ده وهحطه على النار لحد ما الميه تتشرب في الرز كله ويكون لسه فيه شويه ميه كده، وهرجع لكم تاني. استخدموا الوصفه دي ان انتوا تستخدموا الرز يقعد معاكم، مثلا تعملوا بيه مرتين، بعد كده ترجعوا تعملوا تاني، بعد كده ترجعوا تعملوا تاني، بعد كده ترجعوا تعملوا تاني. يعني ما تستخدموش ما تعملوش رز يقعد معاكم الفتره كلها اللي انتوا هتعملوها، عشان ده رز وطبيخ وبتاع ممكن يبوظ او كده. وهقول مرة تانية، الوصفة دي مش بتاعتي، الوصفة دي أنا شفتها عند حد. شفتها على النت كتير يعني، فحبيت إن أنا أجربها ولو طلعت حلوة هقول لكم عليها. لو الفيديو ده نزل لكم يبقى الوصفة حلوة، يعني لو الفيديو ده نزل تبقى الوصفة حلوة. بصوا بقى يا بنات، الرز خلاص اهو استوى. تمام. وطبعا حجمه اتضاعف. دي تعمل لك مرتين، الكمية دي تعمل مرتين. لازم بس اظبط لكم تمام. طيب ايه بقى المكون التاني اللي هيظبط معانا الدنيا؟ زيت جوز الهند. تمام. والرز لسه سخن كده وبيطلع دخان بقى. تمام. هبدأ ان انا احط عليه الزيت. هبدأ احط عليه شوية كده، احط شوية كمان، يعني تحط عليه مثلا معلقتين او 3، احطهم كده واجي. بصوا، حطيت اهوت شوية، هبدأ اقلب بقى الرز. تمام. انا حطيت الزيت على الرز وهبدأ اقلبه بقى. هسيبه يبرد شوية وبعد كده هضربه في الخلاط. ده بقى شكل الخليط بعد ما ضربته، بقى عامل زي حاجة كريمي كده. شايفين؟ ده شكله بعد ما اتضرب. الوصفة دي اسمها ايه بقى؟ بروتين طبيعي للشعر. تمام. هنبدأ بقى ان احنا نحطه على شعرنا، هو بقى شبه البروتين اصلا اللي بنعمله. هنبدأ نحط الوصفة دي على شعرنا وهنسيبها مدة ساعتين، وبعد كده نغسل الشعر بأي شامبو أو أي بلسم احنا بنغسل بيه شعرنا. هنمشي على الوصفة دي مرتين في الأسبوع، مرة أول الأسبوع ومرة آخر الأسبوع، أو زي ما تحبي مثلا. تمام. بس المهم إن انتي تعمليها مرتين في الأسبوع. وهقابلكوا المرة الجاية وأنا رايحة أعمل الوصفة برضو. باي. وده بقى اليوم الرابع يا بنات. اليوم مش اليوم الرابع، المرة الرابعة اللي اعمل فيها الوصفة دي. وطبعا عايزة اقول لكم ان هي فعلا 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 عملت فرق رهيب 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 في الشعر. وبجد حلوة حلاوة، انا كنتش متوقعة ان هي تعمل كده فعلا. وبجد هي من احلى الوصفات اللي انا جربتها. فبجد شكرا على الوصفة الجميلة دي. طيب طبعا انتوا عارفين الوصفة دي عبارة عن ايه.
تمام. كنت في اليوم الاول اللي انا استخدمتها معاكم فيه ما حطيتش عليها اي حاجه. تاني مره لما جيت استخدمها حطيت عليها شويه زيت زيتون. في المره الثالثه لما جيت استخدمها حطيت عليها فصين توم. فتخيلوا كل مره كنت بزود الحاجات الحلوه اللي هتبقى في الوصفه. تمام. النهارده بقى هنستخدم الوصفه دي وصفه كده انا اللي عاملاها، عباره عن جل صبار وزيت وحاجات كده هبقول لكم عليها. هحط منها شويه، مش هستخسر والله في نفسي يعني. كده شويه حلوين. تمام. وهبدا بقى ان انا اقلبهم واستخدمها على شعري لمده ساعتين، وبعد كده اغسل شعري بميه وبشامبو او بالبلسم اللي انا متعوده عليه. وبعد كده ارطب شعري بقى باي حاجه مرطبه، سيرم او حاجه مرطبه انا بستخدم بيها الوصفه. شايفين؟ وهبدا بقى استخدمها واسيبها ساعتين. بجد الوصفه دي طلعت رهيبه وطلعت خطيره وطلعت حلوه قوي قوي قوي. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله تجيب فرق حلو في الشعر. ما تنسوش ان ده رز، والرز ليه فوائد كتير قوي حلوه في الشعر. ما تنسوش كمان ان الوصفه دي اللي انا حطيتها دي دلوقتي فيها شويه خليط كده حلو. خليكوا الوصفه دي مش عندكم، مثلا عندكم في هنا رز وصفه خطيره، وكمان في زيت جوز الهند وده حلو جدا للشعر. ولو عندكم شويه جل صبار هيبقى برضو رهيب على الوصفه، او زيت زيتون او فصين توم، حاجه طبيعيه جدا اهي. فبجد الوصفه دي رهيبه، جربوها وعلى ضمانتي ان شاء الله. بحبكم جدا جدا، ولو الوصفه عجبتكم حطوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.